انا خويا شاءت الظروف، رجعت اخويا عند الام ديالي وعند الاخت ديالي. فاذا به كنت اخويا في المانيا، كنت مغرب اخويا. كنت حارق اخويا بحالي بحال الناس. رجعت اخويا فهمتي، شاءت الظروف، رجعت عند امي. قلت ديك اللقطه ديال بنادم كبر 62 سنه غنلقى بنادم فهمتي، وانا عارفه كيفاش كان الوضع. حتى واحد ما كيبغي يفضح مو، حتى واحد ما كيبغي يدي شوكة الوالدين، ولكن اخويا راه شاءت الظروف ولله فهمتي. راه لا، هاد السيده هادي اخويا اختي هادي المهدي. هو المهدي. شكون هو المهدي؟ هو انا اخويا. هادشي كتشوف هادشي كامل لقيتو اخويا دايره امي. راه عندي فيديوهات باش فرقعت، عندي كلشي. قسمت بيمين الله والله يعطيني دقه بوق، عمرني واكل خبزه من عند امي مقروسه، عمرني واكلها والناس عارفين هادشي كامل. هاد السيده هادي فاش جيت ريحت، جيت لقيت الوضع بحال هكا. لقيت اختي عندها 27 عام، لقيتها هي عندها 62 عام. ريحت مع امي مشي. داكشي راه لا اله الا الله، داكشي اللي كديري راه ضريتينا بزاف د الحوايج. صافي توبي الله سبحانه وتعالى، خلينا حنا نديروا احفاد لا تشوف فيهم يكبروا في عينيك. ما حد كيبقى في الحياه والو، عندها فقر الراس، ما عندهاش فقر تجيب هاد السيده. فاذا به مشيت التجأت للحمام فن لدار بوها الله يرحمه، دارهم. ريحت مع خالي في البيت، ريحت مع خالي كيخدم الليل في البيت. واحد شويه بالي واحد الخال خوا واحد البيت، ريحت فيه. من بعد شديتو صحه كيف كنقولوا فهمتي، درت خدمه عقلي شديتو صحه. فاذا به مالا خوالاتي كاملين في الاول كارهيني وخوالي وحاضين معايا، وانا شادها صاله وسبور في ديك الوقيته، في هذا البيريود دابا تقريبا شي 20 يوم تقريبا اللي ولات حالتي مدهوره بحال هكا. فاذا به نهار الخميس نهار 21 فرقعت القفل، شديت البيت شديتو صحه. الناس كيطالبوا فيها تما فهمتي، انا شادو صحه بالاستعمار ديالي كيف كنقولوا. فاذا به هاد السيده هادي الناس اللي هي الام ديالي كيطالبوا فيها الناس ديال الحمام فين كيقولوا لها شوفي خلينا نشدو ولدك ولا ندويو معاه، كتقول لهم خليوه. هاد خليوه ديالاش ديال نقشل شي خالي ولا نقشل واحد ولد خالتي تا هو يلاه كابر في عينيا وكابر في عين مو. كون كانت باغا ليا الخير وباغاني نسكن في دار خوالها غتجي غتقول يا وليدي ها الالتزامات والخصوصيات اللي تلتزم بهم في دار خوالك ودار جداك اللي هي مريضه اللي الام ديالها في السبيطار. لا هاد السيده باغا تخوي التيران، باغاني نمشي للقبر ولا باغاني نمشي للحبس بالطويل باش تبقى هي كتلعب على خاطرها. هو نحلوا لكم تصويرت بوها يا خويا. فرقعت داكشي، ناضوا لي الخوال، فرقعت البيت شديت وصحه. ناضوا لي الخوال، فاش ناضوا لي الخوال قالوا لي هاتشا ولدي حنا راه ماشي ما باغينكش، حنا امك الا كانت باغا لك الحبس حنا راه نجريو عليكم وما نبغيوش لك الحبس. جابوها للدار قالوا لي هاتشا ولدي ها الهضره اللي غتخرج من الفم ديالك، من الافواه ديال الفم ديالك ديال الام ديالك كتعرفها اش كتقول فيك. طلعوها للسطح، طلعت كنسمع فيها كدوي، قالت لهم حاشاكم باغي ينوض ليا، حاشا قدركم اخويا، كاين شي واحد ينوض لمو، حاشا قدركم. ما عليناش. فاش سمعت انا ديك الهضره عرفت الام ديالي فين كانت كتجري ليا. ما كانتش كتجري ليا في الخير، كانت كتجري ليا في الشر، حيت الشر ديالها ما كيساليش. كتبغي توريها الخير كتولي هي مأديك في الشر حتى كترد داك الشراني. فلهذا سلمت دوك السوارت اللي ركبت، سلمت لهم لخوالي، قلت لهم طلبت منهم السماحه كاملين، قلت لهم كنطلب منكم السماحه من كبيركم لصغيركم. صافي سلمتهم السوارت. جيت الخميس، من الخميس حتى للحد وانا مريح اخويا في الدار هذه، ساد عليا وكنتشمكر. خرجت كنغوت هنايا في قيصريه، كنغوت بوحدي، والناس ديال القيصريه سولوا عليا واحد بواحد، لا قال فيها شي واحد خايبه ديك الساعه راه يديكم طويله عليه. كنغوت ما عرفتش اش بيا، باغي نموت، باغي يجيبوا البوليس، البيستوليات، باغي نتقتل، باغي اي حاجه كتبان ليا ساهله مع هاد الناس هاد. فاذا بين نهار الحد مع الوحده فرقعت هاد البلاكار هذا، ها هو فرقعته صح اللي ما عمرنا ما قصناه، وهاد السدات اللي ما عمرهم تخملوا ها هما باينين كيفاش. فرقعت هاد البلاكار، جبت العجاب راه عندي بالفيديوهات كيفاش جبت هاد الشيء. كنت صدمه ديال بصح. كنلقى امي دايره لي هاد الشيء هذا اخو. لقيت اخويا السحور، لقيت بزاف د الحوايج هاد اخويا. هاد التصويره ديال اختي، اش لقيت اخويا، ها الشعر، اش لقيت الشعر ديال اختي هذا اخويا. هادشي بعداك لقيتو في التصويره ديال اختي ولقيت هادشي. ها المعني بالامر المهدي هو انت؟ هو المهدي. لقيت البوشيطه الاولى ما فيها السمير، البوشيطه الثانيه، البوشيطه الثالثه جبت منها العجب كامل. هادو التصاور اللي كنت كنصيفط لها فاش كنت في الغربه.